النهارده هنعمل اللحمه المشويه او الكباب المشوي في البيت. معرفش ليه في اعتقاد ان اللحمه المشويه ليها كده بهار خزعبلي كده جاي من كوكب تاني، لو حطيناها على اللحمه هتطلع زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. لكن هو الحقيقه مش بهار، هو مكون تاني خالص. بيديكي نفس الطراوه والريحه وكل حاجه زي بتاعت بره بالظبط. تعالوا نشوف بقى. اول حاجه فرمت بصلايه كبيره او بصلتين، ومعاهم طماطمايه، ونزلت انا عايزه بس ميه البصل، صفيتهم كده زي ما انتوا شفتوا، وخدت بس ميه البصل. حطيت ملح وفلفل، وهحط كمان زبادي، وده صويا صوص. الزبادي هو المكون اللي بيدي الطعم والطراوه للحمه. عايزه اقول لكم ان كل كيلو، ودي بهارات مشوي، لو عايزه تحطيها تمام، مش عايزه مش مهم. معلقه عسل ابيض برضو بتدي كده لون وكرمله للحمه جميل. هحطها بقى طبعا اللحمه ديت حوالي كيلو. طبعا عارفين ان الدهن بيبقى طعمه حلو قوي في الشوي. بس وهنسيبها بقى في التتبيله ليله كامله، او لو مفيش وقت يبقى قبلها بساعتين. وهجيب بقى الشوايه وهنشوي عليها كده بس كده. وهنفضل بقى نقلب طبعا من كل فتره للتانيه. وبعد كده بقى هنسيب اللحمة تتشوي، وهنروح نعمل الرز البسمتي او الرز المبهر زي بتاع بره بالظبط. هنجيب بقى معلقتين كبار زيت، وعليهم معلقتين كبار سمنة كده، وبصلاية مفروم، بصلاية وسط مفروم ناعم جدا عشان بس ما تبانش في البصل. هديها تحميرة بسيطة. التوابل بتاعتنا ورق لورا، عود قرفة، ليمون مجفف، وهكتبه لكم برضو في الوصف، والكركم وملح وبهارات كبسة لو عندك، مش عندك تمام. ويتحمروا كده مع بعض. قطعت برضو طماطمايه يعني صغننه خالص. هسيبهم بقى يتبلوا كده مع بعض شويه، وبعد كده هنزل بقى بالرز. ممكن ننقعه بس انا مش بنقعه، يعني في ناس بتنقعه بس عادي، يعني انا شايفه النتيجه بتبقى واحده. ونزلت بقى بالرز البسمتي وقلبتهم تقليبه كده. وبعد كده بنحط بقى الميه المغليه. الرز البسمتي طبعا يعني كله عارف مقاديره، بياخد طبعا ميه ازيد من الرز العادي. بس كده. وهقلب بقى اللحمه لسه كانت برضو على الشوايه، خدت وقت شويه. والرز اهو بعد ما اتشرب بشرت بقى جزرتين صغيرين ناعم خالص، بس بعد ما الرز يتشرب انا بنزله عليها بس كده. وهبتدي بقى اغرفه. بصوا شايفين مفلفل جدا وطعمه مش عايزه اقول لكم. الجزريه اللي احنا حطيناها والطماطميه دي بيودوا طعم الرز في حته تانية خالص. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم ان شاء الله. بصوا مفلفل وكله مستوي. بصوا شكل اللحمه جوسي ازاي. وطبق السلطه بقى معانا. عايزه اقول لكم الطبق ده من الاطباق المميزه جدا، بتبقى حلوه قوي في العزومات في رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. هستناكم في حلقه جديده. ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.